اللي تطلع وتعرف. لو واحد قاعد في الشارع ما اطلبش منه انه يعرف، وما اطلبش كمان ان انا اودي الحكومه ليه في ظل المشاكل اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ولكن انا عايز اقوله ان انا المساله كلها محتاجه قرار واراده. لانه احنا المشكله عندنا انه لا توجد اراده حقيقيه لفعل شيء. انه انا بحس ان احنا بنطلق شعارات ضخمه جدا ونطلق مشروعات ضخمه جدا، وفي الاخر بننزل على ما فيش، وما بنحاسبش حد انت نزلت على ما فيش ليه. طب اشمعنى حسن شحاته جاب الكاس في وسط العمالقه لان كان عنده اراده. لان كان عنده اراده. طب وحسن شحاته ده مصري ولا حسن شحاته ده ياباني؟ هو انت خد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه هنا مهمه جدا، ان المصري مش ضعيف، المصري يحتاج هو بس فقط انه تخلق حاله من الثقه بينه وبين الحكومه يصدقها هيمشي وراها. تمام. دكتور ماجد عثمان، بقالك كتير ما بتتكلمش ومحتاج اسالك سؤال مباشر. في كلام كله على ان الحمله القوميه فشلت، واعتقد لو انا مش غلطان هي بقى لها دلوقتي قد ايه؟ حوالي 20 سنه. يعني احنا بدانا في موضوع السكان من نهايه السبعينيات، وبيقول سيدي اسامه ان مفيش اراده، وحصل نجاح فتره، وبعد كده مش عايز اقول انها فشلت بس عايز اقول انها. طب يعني معلش قول لنا ايه مبررات الفشل او ايه مبررات عدم التقدم، وازاي تتوفر الاراده المقترحه دي؟ يعني خلينا نتكلم بشكل يعني اكثر عموميه. يعني حضرتك اثرت موضوع المشروع القومي وليه ان مصر ما بتنهضش نهضه كبيره في مقارنه بدول اخرى. الحقيقه في مجموعه عناصر. انا برجع يمكن اللي قاله الدكتور محمد حول القيم بتاعه الانسان المصري. انا بعتقد انه منظومه القيم اللي موجوده حاليا منظومه غير مواتيه للتنميه. غير مواتيه للتنميه. منظومه يعني القيم، منظومه القيم المصريه النهارده احنا محتاجين ان احنا نعمل بشكل جدي جدا على خلق او غرس قيم مختلفه عن الموجوده. معلش ممكن تديني نماذج كده وانت ماشي عشان الكلام ما يبقاش اكاديمي؟ بالظبط. لان الكلام اللي حضرتك بتقوله خطير جدا. يعني انا مثلا حضرتك قلت المثال بتاع كاس الامم الافريقيه وحسن شحاته. في انجازات في مصر رائعه لكنها مش مستمره. يعني ممكن في لحظه معينه تعبأ الناس يشتغلوا بحب وبجد وبمثابره ويحققوا انجاز، زي المثال بتاع الكوره مثلا. لكن احنا عايزين انه المثال بتاع اليابان، الناس بتشتغل على طول، بقى اصبح العمل ده حاجه في دمها. العمل بمثابره، بانتظام، بالتزام بمواعيد، بجديه، بدقه. ده مش موجود في الشخصيه المصريه. يعني لابد ان احنا نواجه انفسنا الحقيقه. يعني مش عايزين نقول مشكله الحكومه ولا مشكله الناس، العشوائيات. يعني احنا كمصريين يا دكتور ماجد مش واخدين الموضوع جد، مش واخدين الموضوع جد، مش من الشعوب اللي بتقدس قيمه العمل. بالظبط. يعني انا بعتقد ان في نقص شديد جدا في الجديه. عندك تعليق يا دكتور مصطفى؟ يعني بس معلش يعني عفوا يعني لا ما بقولش مش الشعب المصري كله، لان حضرتك كنت بتقول على التعميم. الاستاذ معتز كمان ما شاء الله صديق، لكن لازم نعرف مش كل الشعب المصري، لان في ناس حتى لا يساء فهمنا في الكلام ده. لا، في فئه موجوده في الشعب المصري عندها جديه جامد جدا، بدليل ان عندنا ما شاء الله زويل وعندنا البرادعي وعندنا حسن شحاته زي ما حضرتك بتقول، عندنا ناس نماذج طيبه جدا. لا لكن الاعداد اللي موجوده مش بتكلم على زويل يا دكتور ابو فرحه. لا زويل مصري. انا بتكلم زويل مصري ونجيب محفوظ مصري وحسني مبارك مصري بالظبط، وكل الناس الرموز بتاعتنا مصريين بالظبط. بس انا مش بتكلم على الناس دي، انا بتكلم على مجتمع فيه 18 مليون امي. لا شك في الكلام ده، بس هم 18 مليون من 80. عشان نبقى عارفين، وال80 في لسه منهم اطفال ولسه منهم شباب، وبقيه الناس اللي موجوده في سوق العمل بالظبط. الجامعه بتخرج كل سنه 800,000 خريج، وعندك لكن الخريجين اللي طالعين والخريجين برضه بتهمهم برضه كلهم، لكن يعني بتهم بعض منهم وانا قاعد مسؤول عن كلامي. مش عايزين يشتغلوا زي كلام مع كلام عشان غير مؤهلين يا دكتور. بالظبط. ده بقى سوق العمل محتاج ناس ثانيه خالص غير اللي هي واخده شهاده الجامعه عشان تعلقها على الحيط. يبقى كلام عايزين نقول للحكومه بقى. عايز اقول لحضرتك يعني في المنظومه اللي انا بتكلم عليها في عده حاجات لازم نفرق بينها. في التعليم اللي هو المعرفه، وفي المهارات، وفي السلوكيات. انا بتكلم في منظومه القيم على السلوكيات بالدرجه الاولى، لان السلوكيات اذا كانت خاطئه، يعني اذا كان العامل عايز يقف في نقص عباس العامل، ده اللي موجود. لو حد جاله ما جالوش ما يبذلش مجهود ويقول لك اهو هشتغل يوم في الشهر وده يكفيني طول الشهر، ده شخص يعني دافعيه عنده محدوده جدا. بس حلها ايه؟ بتكلم على منظومه حلها ايه؟ يعني احنا شخصنا المشكله. شوف حضرتك حلها تغيير الثقافات، تغيير السلوكيات دي بتاخد عقود من الزمن عشان تتغير. لا حضرتك انا ما اعتقدش انها محتاجه عقود. انا بعتقد ان احنا عندنا ادوات كثيره جدا، من ضمنها الاعلام، من ضمنها القوانين، من ضمنها حفز الناس، من ضمنها دور المجتمع المدني في
في تعبئه الناس. ايه رايك في العداله والديمقراطيه وسياده القانون واحترام وقبول الاخر؟ طبعا كل استاذ انا عندي بس تعليق صغير كده مع الدكتور مجدي. انا بتفق معاه ان منظومه القيم الحاليه لا تتفق مع انك انت تحقق تنميه مظبوطه، ولكن لازم نختلف في اسبابها. يعني نختلف معاه تماما في اسبابها، لانه مثلا انا لما بقارنها على فكره مش يعني انا ضد تماما ان احنا ما نقارنش نفسنا بالاخرين، لا في حالات لازم نقارن نفسنا بيها ونستفيد منها. يعني مثلا في حاله اليابان لما يكون عندي الناس يعني تحولت الى انها تبقى ثقافتها هي العمل، تمام، وانها تعمل مظاهرات عشان تبقى الاجازات تقل ل4 ايام في السنه، وانه اما المسؤول يرتشي مديره ينتحر، لا ده موضوع مختلف. انما انا عندي بقى لما بشوف كل هذا الفساد وكل هذه الرشوه اللي انتشرت في ال5 6 سنين الاخيره، بس انا مش هتكلم اكتر من كده، فبالتالي بيحصل فيه نوع من السلبيه اللي هي يعني مفيش دافع للعمل، مفيش دافع انا هغير ايه وانا هعمل ايه. وده بيحصل بقى في ايه؟ في مساله، يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، مساله الاخ المتواكل اللي قاعد مستني لما حد يجي ياخده او بتاع الكلام ده، انا مش معاه تمام، انا ضده تمام. بس في حد تاني عمل حاجه تاني، ركب مركب ونط فيها وراح ونط في البحر عشان يعدي على اوروبا الناحيه الثانيه. الجماعه اللي بتوع القوارب ليه غير الشرعيه. هو ده مش عايز يشتغل، ما هو عايز يشتغل، مفيش حد في الدنيا مش عايز يشتغل. انما ازاي اشغله، هي دي اللي تفرق. تمام، ده الموضوع كله. انا في الهند مثلا في جزء كبير جدا، في 30 مليار دولار من دخل الهند بيحصلوا بحاجه غريبه جدا، ان الاولاد هناك برعوا في علوم الكمبيوتر، فاشتغلوا وهم قاعدين في البيوت بيصمموا برامج وبيبيعوها وهم قاعدين على الكمبيوتر، قاعد بالبيجامه في البيت ما بيعملش حاجه. والكول سنتر بتاع امريكا بالظبط كده بيتصل بالظبط كده. يرد عليك رقم في الهند. انا بمثل في حاجات كتير، يعني انا من النوع اللي هو مش، يعني انا مش بحب يعني اتهم الحكومه جزافا، ولكن يجب ان انا اقول ان لازم يكون في آلية لحساب الحكومات على الاهداف التي لم تحقق. انا بقعد في كذا سنه بقول ان انت بعد كذا سنه المفروض تحقق لي كذا، ما حققتوش بمشي، مش بيحققوا بقى من جيبي زي ما عملوا في الغلا اللي فات ده في يوم 5 مايو ولا بالطريقه دي. ده مش ده الاسلوب اللي يدخل. لما عايز تحسن مستوى المعيشي للمواطن المصري، عايز تشغل المواطن المصري، تخلق له فرص عمل حقيقيه، لازم تعمل انتاج حقيقي، مش انك انت يعني تغلظ العقوبات بتاعه المرور او مخالفات المرور، ولا انك انت تاخد ضرائب اكتر، ولا انك انت تشيل الضرائب او الاعفاء الضريبي على المدارس الخاصه، ولا كل ده هيتحمله البني ادم، كل ده يتحمل البني ادم العادي اللي هو في النهايه هيتحول لايه؟ لضيق وحنق ويعني قرف من الحكومه بشكل عام، وفي النهايه بيستبيح لنفسه انه ربما يمد ايده في حاجات غلط. مظبوط. كلامك واضح جدا، وانا مش من الناس المبالغين والمفرطين في التفاؤل ولا في التشاؤم، وعارف ان احنا النهارده مناقشتنا مش هتحل الموضوع. بس عايز اقول حاجه، انما لان مصر قربت اخلص، مصر فيها فرص كبيره، يعني الانسان المصري فيه زي ما قلت ان في منظومه القيم فيها خلل، لكن في مزايا اخرى. يعني الانسان المصري انسان مبدع، لكن احيانا هذا الابداع يتحول الى فهلوه بدل ما يتحول الى ابداع منظم. ففي ايجابيات، يعني مش عايزين ننظر نظره سلبيه، لكن في ايجابيات، لكن على فكرة محتاجين نحمل على السلبيات. انا متفق معاك بنسبه 100% ان في ايجابيات، وانا ما بقولش ان ما فيش ايجابيات. انا وصلت الارقام، والارقام دي بتؤرقني، وعايز اعرف ايه الحلول، مش لينا بس وللاجيال اللي جايه، لان احنا من مسؤوليتنا ان احنا نخطط لقدام. كلمه اخيره معلش يا دكتور ابو فرح. احنا عايزين ناخد بس حاجتين، يعني ما دام كلمه اخيره لازم نتكلم في اتجاهين. الاتجاه الاولاني للحكومه، وديت اللي بتعمل المشاريع القوميه الكبيره، وديت اللي بتعمل اعاده التثقيف والتاهيل، واللي بتستخدم الاعلام، واللي بتقدر تحفز الناس زي ما حفزوه على كاس الامم الافريقيه من واقع الاعلام عشان ناخد كاس الامم. على فكره حسن شحاته خد الكاس لان ما كانش عنده حل تاني، هو اتجاه واحد لازم ياخد الكاس. لا ما كانش ينفع يرجع من غيره، ملهاش حل تاني. فهم دايما كل المحاضرات بنقولها ما كانش ينفع اي حاجه، لان هو كان اتجاه واحد بس، ان لازم ياخد الكاس عشان ما نفتكرش زيرو المونديال، عشان الناس ما تقعدش في بيوتها متغلت عليها، عشان ما نفتكرش كل السلبيات الموجوده، وننسى الثقافه السلبيه ان احنا وحشين ولا نصلح لشيء. لازم نبقى عندنا ايجابيه. احنا مش مجموعه من الفشله، لا احنا ناس عندنا 6 واخدين جائزه نوبل، وعندنا انجازات في كل حاجه في حياتنا كتيره جدا، في كل حاجه، فمن باب اولى نصلح الموضوع من جوه. بالظبط. وهو ده النجاح لو خدناه زي ما خدنا كاس الامم وعملنا المشروع القومي التربوي يا جماعه قبل التعليم، نتعلم ازاي نتعلم، ده اللي احنا عايزينه بس النهارده. لان الحكومه عامله برنامج في تحديث الصناعه، عملوا 12500 طلب وظيفه اللي كانت في مصانع النسيج، وما كانش متقدم غير 311. ده كلام جرايد، كلام منشور. يعني عايزين نعمل، الحكومه تعمل اللي عليها في الجانب دوت، وديت اللي بتاخد 10 سنين مفيش مانع، تمام. بس في نفس الوقت عايز الناس الشباب اللي هم قاعدين النهارده اللي انا بتعامل معاهم، اللي انا اعرف
انا شخصيا اعرف 11 شركه طالبين عماله، مفيش ولا واحد بيتصل، مفيش ولا واحد بيروح مؤهل، مفيش ولا واحد راضي يشتغل ب 500 جنيه، مفيش ولا واحد راضي يروح يشتغل من 9 ل 6 علشان عنده مشاكل تانية، رغم ان مفيش ولا واحد اصلا من المستهدفين دول بيشتغل. تمام. كلام مهم جدا وكلام مطروح جدا ووارد جدا. نعم. هنضطر ان احنا ننهي، معلش اعذروني لان عندي حاجات تانية. بشكر الدكتور محمد ابو فرحه خبير التنميه البشريه، شكرا جزيلا. وبشكر الاستاذ اسامه هيكل الكاتب الصحفي، وبشكر الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. شرفتونا يا جماعه. اتحلت مشكله الزياده السكانيه؟ طبعا لا. طب قدرنا ان احنا نحول الزياده السكانيه الرهيبه 80 مليون الى طاقه بشريه وثروه بشريه هائله؟ لسه ما حصلش حاجه، انما على الاقل فتحنا الموضوع والدعوه صريحه لمشروع قومي تربوي نحول بيه البشر دول لنعمه مش نقمه، وننطلق ببلدنا بقى وننسى بقى المشاكل. بعد الفاصل الاعلاني في قصه غريبه جدا عن السحر مع ريهام السهلي، انصحكم ان انتوا تتابعوها، واوعوا تنسوا الطريق الصح مع معز مسعود. كل ده في 90 دقيقه النهارده، اوعوا تروحوا في اي حته.